السلام عليكم اخواتي، كي درتو؟ لاباس عليكم البنات؟ اليوم ان شاء الله باغا نعقم الاله ديال التصبين ديالي، وقلت ضروري جدا الهام بارطاجي مع البنات، حيت هاد المساله راه مهمه جدا. يمكن تقدروا تكونوا كتعرفوها ويمكن لا. غادا نبدا لكم اولا علاش خاصنا نعقموا الاله ديالنا. اول حاجه وسبب رئيسي واساسي هو الكالكير، خاصنا نحيدوه من الاله التصبين. اكيد غادا تكونوا لاحظتوا الماء ديال هنايا، نقول لكم عامر كالكير. راه دائما تنقولها لكم وعبرت لكم البي هاش ديالو اللي طالع بزاف. المهم ما عليناش. اولا الا حيدنا الكالكير قال لك بالنسبه لهاد الاله هادي مثلا ما غاداش تولي تستهلك الكهرباء بزاف. هذاك الكالكير ملي تيبقى لاصق لكم لداخل قال لك تتولي الماكينه تجر اكثر. وبالتالي اول سبب علاش خاصنا نعقموا الاله ديالنا هو شنو قلنا؟ التوفير في طاقه، يعني ما غاداش نستهلكوا اكثر. النقطه الثانيه واللي حتى هي مهمه جدا، بعض البنات تعاني وتقول لك انا شريت الاله ديالي وكانت كتحمق، كانت كتخرج الحوايج فنين، ودابا ما بقاتش الهام. عافاك عطيني شي برودوي ولا. شوفوا البنات، ها هما لي برودوي بلاتي نوريكم. ياكو هادو مثلا الملح ديال اللي كيحيد قالك الطبايع، تعياو ما تشريو فهاد الشيء البنات. الا ما كنتوش كتعقموا الاله ديالكم راه مشكله، لانه كما قلت الا تحيد الكالكير راه غادي يوليو الحوايج يخرجوا فنين ونقيين كما بحال يلا اول مره شريتي الاله. النقطه الثالثه واللي مهمه جدا، شحال من وحده وانا وحده منكم اللي من بعد 10 سنين كانت واحد الاله ديالي ديال بوش خسرات البنات، خسرات. فلهذا تنظن انه كنا ما كنتش تنعقم كره خسرت لي على 8 سنين. اذا تطويل الامد ديال حياه الاله الا كنتو كتعقموا هاد الاله التصبين بصفه عامه. غادا نجيو للسؤال اكيد الهام شحال من مره خاصني نعقم. انا بالنسبه لي البنات يقول لك 2 مرات في العام، يعني كل 6 شهور تعقموا اله ديال التصبين ديالكم. ولكن البنات راه على حسب عاوتاني واش انت في واحد المدينه فيها الكالكير بزاف، ولا انت مثلا كتصبني كل نهار. يعني مثلا واحد الام عندها 5 ولا 6 الوليدات تبارك الله، راه نتيا غدا على الاقل خاصك واقيلا شي 4 المرات في العام تعقمي الاله ديال التصبين ديالك، على عكس مثلا اسره بحالي اللي تنصبن ماشي بزاف بزاف. فيعني على حساب. وانت عينك ميزانك، الا لاحظتي انه مثلا الحويجات ما بقاوش كيخرجوا مزيان كما في الاول، فعقمي لان التعقيم كما قلت لكم ضروري. اذا شتو اهميه ديال التعقيم البنات؟ اهميه واش من اهميه الاقتصاد في البلاد. دابا اجي نوريكم الانواع ديال هادشي اللي كاين في الاسواق. كاين على شكل بولفه، ها هي بولفه عاوتاني، وكاين عاوتاني على شكل دي طابس دايرين بحال هكا، وكاين جا على شكل سائل بحال هذا ديال تانديل اللي تيبيع الدي سود، وكاين على شكل جيل، وكاين على شكل واش نقول لكم العجب المعجب صراحه كاين في هذا الشيء. فلهذا انا تنفضل البولفه. فاختاريت معاكم هذه ديال دكتور بيكمان اللي فيها قال لك ريحه ديال الحامض. طريقه الاستعمال 60 درجه. غادا نوجدها، ها هي وجدتها البنات. كتختاروا البروغرام اللي بغيتو نتوما. بطبيعه الحال هنا خاصها تكون 60 درجه. شوفوا هنا عندي 40 و60، لا ناخذ 60 حيت هما باغيين 60. انا غادا نتبع اختكم التعليمات، ومن بعد قالك تشدوا الباكيه كلها وكتخشيوها لداخل، يعني كتديروها في الترومل. هذا راه هو الترومل. ومن بعد كتخدموا عادي جدا. وملي تتخدموا هنايا واحد المساله ما مكتوباش هنا، انا غادا نقولها لكم. ملي كتخدموها تقريبا واحد 30 دقيقه، يعني مثلا هانتوما عندكم تقريبا 3 السوايع هنا ياك 2 سوايع و59، فغادا تخليوه واحد نص ساعه وحبسوا. ديروا بوز وخليوا داك الشيء يمشي مع القواداز وداك الشيء، وعاد كملوا العمليه. قال لك واخا هنا ما مكتوباش، قال لك هذه القضيه كتزيد تسرح هذوك القوادس مزيان مزيان وتحيد الكالك بالمعقول. فلهذا واخا ما مكتوباش انا قلت نقولها لكم، حيت كاين هذه المساله كينصحوا بها الشركات ديال الفاش ماشين ناي. والمهم نكملوا. خاصو يكون خاوي البنات، هنا خاصو يكون خاوي. ما ديروا حتى حاجه، ما ديروا حتى حاجه ديال الملابس، يعني غير الغبره. انا نصاوب نوريكم. اي فوالا، ندخلوا كلشي هنايا كما هما كاتبين. ماشي حتى حاجه ما خاصها تضيع حتى حاجه. المهم صافي بحال هكا. ودابا نسدو. ها حنا سدينا فوكوس. ودابا ندير شطاخت، يعني نبدا.
شوفوا النتيجة النهائية البنات شنو بان لكم. تتبان لكم تتلمع ياكم. بالنسبه للريحه، ريحه عاديه صراحه. توقعت اكثر بهذاك، خاصه اللي استعملت ديال الحامض. مي اون جينيرال البنات هانتوما راه صافي. دونك تعقمات الماكينه ديالي ان شاء الله. كما قلت لكم انا من 2 حتى 3 المرات البنات في العام تنعقم استعملت هذا. مي كما شاركت معكم راه تستعملوا بزاف، غير كل واحد وطريقه الاستعمال ديالو. ردوا بالكم. وابتداء من 60 درجه قال لك راه عاد يولي فيركزام، يعني عاد يخدم. وفعلا راه شويه كانت سخونه الماكينه. بالنسبه للنظافه الخارجيه ما كاينه شي حاجه البنات غريبه عجيبه. اكيد تاخدي غير شيفون ودوزي على هاد البلايص كلهم، وحتى مثلا هنايا اي بلاصه بانت لكم موسخه بحال هذاك هانتوما بحال هنايا مثلا بهذاك الشيء شي حاجه راك تكون رقيقه. بالنسبه لهنا ضروري جدا البنات هذه انا شخصيا كنحيدها، كتفصل عندي. فلهذا هنا غادا نضربها لها تما. كاينه بواحد هاد العمليه هذه راه كنقوم بها مثلا نقدروا نقولوا مره في الشهر، 2 مرات كاع في الشهر على حسب الحاجه. وهنا نتوما البنات مثلا هنايا تحيدوا الوسخ صافي. يعني من برا ما كاينه شي حاجه غريبه عجيبه. التعقيم اللي لداخل اللي شويه كومبليتيغت، والطريقه راه وريتها لكم صافي. هادشي اللي كاين اخواتي. قبل ما نقول لكم السلام عليكم، هذه لقطه من محل روسمان باش تشوفوا جميع المنتوجات اللي لقيت لكم الخاصه بتعقيم آلة التصبين. غالبا هاد المنتوجات نقدروا نستعملوهم حتى في آلة الغسيل. يعني مثلا الا شريتي شي حاجه كبيره ولا مثلا لي طابس ولا ما نعرف شنو، راه تقدروا البنات ديروهم حتى في آلة ديال الغسيل الاواني. نعم. المهم كاينه طريقه الاستعمال اللي وريتكم هي اللي ستوندار، ولكن راه كاين حتى طرق اخرى. ضروري جدا تقراو الطريقه، حيت كاين اللي خاصك تزيدي فيه 4 يطرو ديال الماء ولا لتر ونص على حسب. المهم تنظن انه ما نسيت والو. تنشكركم على المتابعه وتنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.